كل مشاهد درويش كل مكان، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من درويش. كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب وعلى المصريين كلهم. حالة من التفاؤل لسه موجودة في الشارع الإسماعيلاوي وعند كل محبي النادي الإسماعيلي، وخصوصا بعد عمل قرعة الدوري الممتاز، وبدأت الناس كلها تتكلم عن المباريات وبدأوا يتوقعوا كمان نتائج. أعتقد بس إن التوقع ده لسه بدري عليه شوية، ولكن هنتكلم فيه. هنتكلم مع حضراتكم عن قرعة النادي الإسماعيلي، هنتكلم عن الأمل الجديد اللي بيتزرع دلوقتي في الفريق الأول للنادي الإسماعيلي وفي النادي بشكل عام. هنتكلم عن مجهودات مجلس الإدارة، هنتكلم عن مجهودات الجهاز الفني واللاعبين اللي بيموتوا نفسهم علشان ناديهم السنه دي. الاسماعيلي بجد كله شكله مختلف. مش عايز اطول على حضراتكم عشان نستغل ضيفنا ونستغل وقته وعلى اكتر حاجه ممكن نطلع منها معلومات. النهارده كانت حلقه كانت لازم تتعمل من فتره، ولكن هي وقتها قبل بدايه الموسم الجديد كان لازم نتكلم مع قلب الجهاز الفني والمدرب العام نادي الاسماعيلي الكابتن اشرف خضر. يا كابتن اشرف مساء الفل واهلا بحضرتك. مساء الخير حبيبي، ربنا يخليك. وحشنا وجاي في ميعادك علشان ناس كتير عندها اسئله كتيره جدا وانا واحد منهم طبعا، فعايزين نتاكد من كل حاجه ونطمن الناس. لا تحت امركم ان شاء الله. ابدا بس بحاجه كده بسيطه حاصله اليومين دول برضو لفته جميله جدا. اليوم 28/9 سنه 65 رحيل ساحر الاسماعيليه الكابتن رضا، والجزئيه اللي انا عايز اتكلم فيها هي المكانه الكبيره اللي وصل لها الكابتن رضا عند الناس كلها وما قدرش اي نجم تاني يوصل لها. ايه السر في كده؟ السر ان هو كان مختلف. اما تيجي تتكلم على النهارده يعني راجل رحل من 50 سنه بالظبط يعني، فانت بتتكلم على 50 سنه والناس فاكره والناس بتتكلم والناس بتذيع مباريات وبتتكلم فيها على نجوم النادي الاسماعيلي وعلى راسهم المرحوم رضا. صحيح. لسه في قلوب الناس، دليل ان هو كان مش لعيب عادي اكيد يعني. ما حدش لسه جه خد مكانه وما حدش لسه عند الناس واخدين نفس الاحساس بتاعه. لا، في اكيد نجوم برضو كبار في النادي الاسماعيلي وكده عشان برضو ما لكن هو المرحوم رضا بتتكلم في يعني 50 سنه. حاجه صعبه قوي ان انت تفتكر حد يعني، فلا معنى ان الناس فاكراه ولغايه النهارده بتتكلم مع الناس يقولوا لك مثلا الناس اللي لعبوا وعصروه يعني وكده يقول لك لا ده حاجه مختلفة وكده. هو يفضل لسه مكمل عندهم. أكيد طبعا، الله يرحمه طبعا. الله يرحمه. هو كل الاسماعيلاوي دلوقتي بيحيوا ذكراه، واحنا كمان عندنا الزميل والاستاذ اشرف شلبي كان مجهز كده فيلم تسجيلي جميل جدا عن الراحل كابتن رضا. خلينا بس نشوف منه جزء بسيط ونرجع نسال كابتن اشرف كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها. رضا هو أول النجوم العظام في تاريخ الإسماعيلية، وهو أسطورة الملاعب المصرية بلا جدال، وهو صاحب أكبر قدر من الشعبية في تاريخ كرة القدم للاعب من خارج حدود العاصمة. كان أسرع لاعب إلى المرمى كما كان الأسرع إلى الموت. لو امتد به العمر لسنوات قليلة بلا إصابات لصار النجم الأعظم بين نجوم الكرة المصرية والعربية والإفريقية بلا منازع. مستمرين مع حضراتكم طبعا حاجه هايله بصوت الزميل والاستاذ احمد فاروق طبعا، ولكن نرجع لكابتن اشرف خضر ونسال بقى كل الاسئله اللي الناس بتسالها. واول حاجه بدات الناس تتوقعها هي نتائج المباريات. بتوقعوا نتائج المباريات اللي لسه ممكن تتلعب مع الاسماعيلي، وعايزين نعرف تقييم حضرتك لقرعه لقاءات الدوري بالنسبه للاسماعيلي. والبعض شايف ان هي مناسبه وفي تدرج في المستوى. خلينا تحديدا نحدد اول مباراتين ما بين الانتاج الحربي والمقاولين العرب. طبعا انت يمكن قدامنا الفرق كلها مدعمه بشكل قوي جدا. ما فيش فرقه هتبقى سهله في الدوري يعني. انت يعني برضه عشان نبقى عارفين مفيش فرقه سهلة. لا مفيش فرقه سهله، كل الفرق هتلاقيها بتقاتل لكن احنا مهم بقى انت تبص لنفسك.
النادي الاسماعيلي كويس. بعيد عن الماتش ده سهل ولا صعب. لو لعبت فرقه سهله وانت مش فريق منظم ومش فريق كويس وما عندكش افراد عندها حلول توجد لك الحلول في الملعب، هيبقى عندك مشكله. ده حصل قبل كده في وده السنتين. حصل بالظبط كده. لكن انت دلوقتي انت بتبص لنفسك، انت فريق جاهز الحمد لله بفضل الله. احنا مش مثلا لكن انت بتحلل، انت بتشوف فرقتك لا معموله بشكل كويس السنه دي، مصروف عليها، متظبطه، متحلله. المشاكل اللي حصلت السنه اللي فاتت لا الناس عارفه وقعدت وفكرت وحللت وشافت وفي الاخر صرفت وجابت. فبالتالي اللعيبه اللي موجوده عندنا السنه دي بفضل الله بتتكلم في كل مركز فيه 3 لعيبه. احنا كمدربين بنحس بقيمه الكلام ده، ومش شرط 3 لعيبه بس، 3 لعيبه كمان كواليتي متميزين. 3 لعيبه كويس. طيب انا كنت عاوز اجل كلام عن الفرقه بس خلينا ناخده. يعني احنا شايفين دلوقتي على الهوا هنشوف جزء من مباراه الاسماعيلي وغزل بورسعيد الاخيره الوديه اللي كانت حاصله، والنتيجه كانت 2-0 للاسماعيلي. الجزئيه المهمه جدا اللي بدات توصل للناس ودي حاجه كويسه. انا بس عايز اقول كمان للجمهور ان الكلام اللي حضرتك هتقوله النهارده مبني على يعني وقائع، ادله، مستندات، ارقام، مش كلام مجامله لحد، عشان بس الناس تبقى عارفه ان احنا هنتكلم عن اللي حصل ده بالتفصيل بالارقام. الناس فرحانه جدا ان احنا بقى عندنا فرقتين. الاسماعيلي بقى عنده تقريبا فرقتين بتلعبوا بيهم شوط اول وشوط تاني. ده هينعكس ازاي على مشاركات في الدوري؟ اول حاجه يا ابو حميد، انا ما اتعودش ان انا اجامل حد وكده، ومش محتاج اجامل حد ومفيش حد محتاج يتجامل. يعني انا بتكلم كله بارقام وشغلي كله بيعتمد على التحليل، عشان بس لو جت سيره اي حد فيبقى الناس عارفه احنا بنتكلم بارقام وباسماء. الحق بتاع ربنا. اصل انت ضروري ان انت لما بيحصل اخفاق الناس بتتكلم وبتقول. بالتالي كمان لما يبقى فيه حاجات ايجابيه لازم الناس تتكلم فيها ولازم تقولها، وده انا بتكلم في شغلي. يعني اما تيجي تتكلم النهارده ان الجماهير نفسها الفتره اللي فاتت اللي متابعينا واللي كان عندهم مشاكل قبل كده وكانوا بيزعلوا وبيزعقوا وبيهاجموا اداره وبيهاجموا جهاز فني، هم نفسهم اللي بيتكلموا معانا ومبسوطين. عشان كده لازم تعرف قيمه جماهير الاسماعيليه، ان هم اما بيلاقوا حاجه كويسه لا بيتكلموا عنها، مش ضد حاجه. فالناس بتتكلم دلوقتي، الناس مبسوطه جدا جدا، بالذات اللي اجوا شافوا اللعيبه الولد ده كويس وحفظوا اللعيبه بالاسم وعندهم تفاؤل بسبب اللي هم شايفينه في التدريب. صحيح. وشايفين التزام، شايفين انسجام، شايفين لعيبه عارفين كويس قوي، لان زي ما قلت لك جماهير اسماعيليه كورجيه برضو يعني. فهم بيحسبوا هيبقى في تنافس عندنا. كنا بنبص نلاقي مش عارفين ننزل حد احتياطي البديل بتاعه، فكان عندنا مشكله كبيره. فمن النهارده لما يبقى عندنا الفرقه دي لازم نحيي كل فرد اشتغل على ان الفرقه دي واللعيبه دي تبقى موجوده. لازم نتكلم بامانه. فاكيد احنا كمدربين عندنا يعني سعاده كبيره، وبنشكر مجلس الاداره، لان يمكن انا اتكلمت هنا قبل كده. احنا رحنا رحله المغرب، كان معانا الحاج محمد ابو السعود والعميد بديع ابو علي والمستشار وليد الكيلاني والاستاذ حسين ابو السعود. الوحيد اللي ما كانش موجود معانا الاستاذ احمد عبد الحليم من مجلس الاداره. قعدوا معانا، وكان يعني مش عايز اقول لك كل يوم يعني بنقعد مرتين وثلاثه ونتكلم والفرقه ومحتاجين كذا والحاج محمد يعني بامانه الله. كمان كانت فرصه زي ما بنقول ان المعسكر فرصه لتقارب اللاعبين من بعض، فرصه لتقارب اللاعبين بالجهاز الفني ومجلس الاداره مع بعض. عشان كده انا قلت ولسه هقول كمان نتائج اللي بيحصل ده او سبب اللي بيحصل ده اللي انا بقوله لك. احنا قعدنا كتير، ده ما كانش موجود السنه اللي فاتت بامانه. المدير الفني مستر ريكاردو كان مسافر والدنيا متفشكله ومشاكل كتيره و6 بونت وناس عايزه فلوس وناس مش عارف ايه، ضرايب وتامينات وكهرباء. قصه كانت صعبه على اي حد يعني بامانه الله. لكن انت بتتكلم لا السنه دي لا احنا قعدنا، وزي ما بقول لك كده الحاج محمد والناس في مجلس الاداره قاعدين قالوا اللي انتوا شايفينه واللي انتوا عايزينه احنا فنيا نشوف اللي انتوا عايزينه احنا هنجيب لكم، شاوروه واحنا هنجيب يعني. وبالتالي كان هنا الحاله اللي انا بقول لك عليها دي حاله التفاهم وحاله الرضا، وعشان كده جت لعيبه كويسه جدا جدا بهدوء ومن غير عصبيه، واعتقد بتركيز وبمعان. انا هتكلم تاني عن جزئيه اللعيبه دي لان هي مهمه، وهرجع لهم بالاسماء، ولكن خلينا كده نسبق زي ما الناس سابقه. شايف لقاء الانتاج الحربي والمقاولين ازاي فنيا؟ ولا ما اقدرش احكم علشان ما شفتش. لا اصل فنيا انت لما تيجي تتكلم النهارده يعني انت لازم تشوف اللعيبه، تشوف الفرقه يعني فاللي احنا عارفينه. وانا شفت دلوقتي اسماء وعارف الانتاج الحربي جاب مين
انتداباته مين، ونفس الكلام للمقاولين. لا هم جايبين لعيبه عندها خبرات، لعيبه كويسه جدا جدا، فرقتين جايبين لعيبه كويسه وعندهم مديرين فنيين، كابتن حسن شحاته كنت وكابتن لسه شوقي هتكلم. غريب. لو مش هنتكلم عن اللعيبه، هنتكلم عن لقاء مديرين فنيين، الاثنين كانوا في منتخب مصر، مدير فني منتخب مصر كابتن حسن شحاته وكابتن شوقي غريب. لقاء المدير الفني يبقى عامل ازاي؟ لا ما احنا بنحترم الكل وبتاع كده، لكن الكرة يعني ما بتعترفش غير بالشغل. الحمد لله رب العالمين، احنا كمان عندنا مدير فني كويس جدا صحيح. جدا. بنشتغل باسلوب يعني الحمد لله رب العالمين. اعتقد ان هو يعني منظم وعلمي جدا جدا. والناس هتشوف الكلام دوت على الفرقة لما تبتدي تلعب. ان شاء الله الناس هتشوف قد ايه في فكر وقد ايه في شغل ان شاء الله يعني. طيب الانتاج الحربي لسه برضو مع اول مباراه، لان هي مهمه جدا، الطلعه الاولى دي مهمه عند كل الناس. الانتاج الحربي تقريبا دعم صفوفه بفرقه كامله جديده، ده هيكون دافع عنده اكتر لاثبات الذات عشان يفوز بالماتش ده. ما احنا اتفقنا هو عنده دافع اكيد وعايز يفوز وبيلعب على كده، لكن معاه مدير فني زي ما بنقول متميز وجايب لعيبه عندها خبرات، لعيبه اسماء لو بصيت لها كده اسماء كويسه جدا. لكن كمان النادي الاسماعيلي وعقليته بقى اللي هيبدا بيها السنه دي، واللي مش هيفرط في بونت، واللي مصمم، واللي بركز، واللي البدائل موجوده، واللعيبه عندها حلول وحاجات كتيره. اعتقد ان هي يعني ان شاء الله تراجع كفتنا يعني. هناخد الحاجات دي بالتفصيل، ولكن اهميه ان يكون اللقاء الاول على استاد اسماعيليه اكيد مهمه قوي ان البدايه تبقى يعني على الاستاد عندنا، فان شاء الله تبقى بدايه موفقه بدايه قويه. احنا متفائلين بان زي ما بقول كده في ترابط، كل كده تحس ان ايد واحده، جماهيرنا واقفه فعلا مع الفرقه بجد يعني. مجلس الاداره الحمد لله متعاون، الاداره كبيره جدا جدا. الجهاز الفني كله متماسك، الفني والاداري والطبي. فاعتقد ان كل الحاجات دي كلها لعيبه. انا بقول لك بامانه يا ابو حميد، انا بقول لك في مؤشرات. انا اشتغلت فترات كتيره مع النادي الاسماعيلي في بداياته وبتاعه كده، فانا بحلل وبشوف وبعمل فروق، بتقارن بالظبط كده. لا انت عندك السنه دي تعالى بص كده اللعيبه من اول يوم، بص الالتزام في الملعب، بص التركيز، بص الناس بتشتغل ازاي، الناس التدريب قوي جدا وقاسي جدا جدا، الناس مفيش غياب، لا حاجات كتيره بتخليك انت يعني متفائل جدا يعني. كان مهم جدا ان احنا ننقل للناس ايه اسباب التفاؤل، ايه اسباب حاله الامل اللي موجوده حتى من حضرتك بالتفاصيل. لسه برضو مع لقاءات الاسماعيلي السنه دي في الدوري، وكلام كتير قوي طلع على مباراه الاسماعيلي والاهلي. هي طبعا لسه في الدور الثاني تقريبا، المباراه في الاسبوع ال15، ولكن طلع اخبار من مجلس اداره النادي الاسماعيلي ان هم بيطلبوا ان الاهلي يلعب في اسماعيليه او نلعب في مكان قريب غير الجونه. شايف قد ايه ده ممكن يحصل، وشايف قد ايه مساوئ ملعب الجونه او المشوار؟ هو اكيد الكلام ده بعيد شويه، لكن هم مجلس الاداره عندهم رؤيه ودايما الحاجات اللي يتكلم فيها مجلس الاداره هم بيبقوا حاسبينها هو بيطالبوا بحقهم بس يعني. وبالتالي بالظبط انت يعني انت مش عايز ملعب الجونه يعني، فعادي جدا ان انت يعني زي ما النادي الاهلي بيبقى ليه حق ان هو يتكلم في حاجات تخصه او مجلس ادارته، النادي الاسماعيلي نفس الكلام يعني. فحقنا برضو ان احنا نتكلم في كده، وان شاء الله يبقى في تعديل لملعب الجونه. هو الكلام اللي طلع ان الامن رفض تامين اللقاء في الاسماعيليه هنا، لقاء الاسماعيلي والاهلي، واقترح السويس بالنسبه لكم يبقى كويس ولا؟ ما عندناش مشكله ان شاء الله نلعب في اي مكان يعني. بس الجونه فيه مشكله يعني الجونه ما احنا بسبب الملعب وبسبب الابواب بعيد ويعني حاجات كتيره يعني. طيب عايز نروح بقى شويه لموضوع اللاعبين، لان ده موضوع مهم جدا. نبدا بالتجديد، اللاعبين اللي موجودين، اسماء ابناء النادي الاسماعيلي، وبعدين ناخد اللاعبين الجدد ونتناولهم بالتفصيل شويه. ظهرت في الفتره الاخيره اخبار ظريفه جدا، اخبار كويسه جدا عن ابناء النادي الاسماعيلي وعن ناشئين النادي الاسماعيلي، وبالاخص محمود متولي، محمود عبد العزيز، عوده محمد صبحي والتجديد تصفيه الاجواء والنفوس ومحمد فتحي وعمر وكذا. اديني تفاصيل كده يا كابتن، كنت موجود في الكواليس وايه اللي حصل؟ برضو تفاصيل بامانه من ضمن الحاجات السنه دي برضو ملفته وبتدعو كده للارتياح، يعني ان مجلس الاداره السنه دي اللي هو ايه يعني كل واحد خد حاجه يشتغل فيها، يعني قسموا الدنيا كلها كده المجلس. طبعا ما فيش عشوائيه طبعا. الحاج محمد انا اصلا عارف برضو الكلام ده، اللي هو موضوع التجديد. هو طبعا الراجل دايما هو اللي بيبقى على كل حاجه يعني. كلف بيه العميد بديع ابو علي،
كنت متواجد مع العميد بديع في اكتر من حاجه، وقعدنا وبتاع ومش عارف ايه. وبصراحه ربنا يعني قطع شوط العميد بديع محترم جدا في الموضوع دوت. ارقام الحاج محمد حطها للعيبه اللي هي ما ينفعش اللعيب يقول لا. يعني برضو ما فيش، لا ده بالعكس، يعني اللعيب لسه له سنتين بيجدد وبياخد ضعف المقابل المادي اللي هو بياخده، اللي هو لغايه سنتين، مش هينفع يقول لا. فاعتقد ان دي حاجه كانت كويسه جدا جدا، انه يعني مجلس الاداره عملها برئاسه الحاج محمد، دي كواليس مهمه، وادت فرصه كبيره للعميد بديع ان هو يعني قريب من اللعيبه. عميد بديع على طول موجود في التدريب وبتاع ومش عارف ايه عامل شغل جامد يعني موجود مع اللعيبه وبيقعد وبتاع ومش عارف ايه ولذيذ كده وبتاع. فهو مشي في الحته دي، فاللعيبه عرف ازاي يتكلم معاهم وعرف ازاي يوصل لهم يعني نقدر نقول ان هو تولى ملف التجديد ونجح فيه بشكل كبير جدا. تولى ملف التجديد بشكل محترم. حسين ابو السعود مع لجنه تعاقدات برضو قريبين مننا جدا برضو للأمانة. حسين كان معانا في المغرب، اللي هو تليفونات كل دقيقة برضو بتكلم بما يرضي الله، دي أمانة. وزي ما بتكلم أنا الحمد لله يعني مش محتاج اتكلم على حد، انا بتكلم في وقائع حصلت زي ما كتير. احنا بنحترم اي مجلس اداره اشتغلنا معاه وبتاع، بس لما بيحصل حاجه بتبقى يعني تستاهل ان احنا نتكلم فيها بما يرضي الله، هو ده اللي حصل. ايه اللي كان حاصل في المغرب؟ حسين كان بيتصل على طول واتصالات ولعيبه ونجيب فلان، بعد ما طبعا بنقول انتوا عايزين مين فلان، يبقى على طول لينك بيتعمل هنا مع لجنه التعاقدات. ناس برضو اشتغلت السنه دي بشكل كويس، لسه هنتكلم عليهم. بس عايز اكمل قصه كواليس تجديد بقيه اللاعبين، هنتكلم عن لجنه التعاقدات دلوقتي، ولكن حضرتك كنت حاضر كل التفاصيل. ما انا بتكلم عشان بس اكمل بما يرضي الله زي ما بقول لك كده. حسين كان ماسك الملف ده. انا قلت لك ان هم متوزعين. ماسك ملف التجديد ولا ملف اللاعبين الجدد؟ اللاعبين الجدد. التجديد العميد بديع. اللاعبين الجدد اللي جايين والتعاقدات الجديده كان حسين. في الاستاذ احمد عبد الحليم، يمكن الاستاذ احمد السنه اللي فاتت كان شويه بعيد، لا السنه دي تحس انه كل 5 دقايق يتكلم برضه ويسال والراجل دخل. فالروح دي. المستشار وليد برضه نفس الكلام ورا اللعيبه وبتاع ومش عارف ايه. فتحس ان هم برضه زي ما احنا بنقول الجهاز بتاعنا ايد واحده، لا برضه مجلس الاداره ايد واحده ومصممين ان هم يعملوا حاجه كويسه. فبالتالي هيبقى في نجاح. اللعيبه كلها، اللعيبه القدام واللعيبه الجداد، بص كميه المحبه اللي موجوده والقرب والحته اللي هي الوحده اللي بينهم، ده كله انا بالنسبه لي كمدرب اما بشوفه بتفائل. كل ده يعني عجباني الحاله اللي هم فيها جميعا. ولكن يعني انا مش هقول بقى خلاص كانت فين من قبل كده، ولكن طالما بدانا ناخد بالنا من تصحيح اخطاء دي حاجه هايله جدا. نيجي لجنه التعاقدات والتعليقات اللي كانت بتتقال من فتره. هم تقريبا اشتغلوا السنتين دول، السنه دي والسنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان في بعض التعليقات ناس كتير اتكلمت عليها، احنا كمان اتكلمنا عليها هنا. اتكلمنا على عدد من اللاعبين جم ومشوا وما لعبوش، عدد من اللاعبين جم ولم يوفقوا، في عدد من اللاعبين جم وما حصلش انسجام، وفي لاعبين ظهروا بشكل كويس جدا من ال 14 او ال 17 صفقه السنه اللي فاتت. فكان عليهم كان في لغط كتير. السنه دي الموضوع مختلف عشان برضو الناس تاخد حقها، وزي ما احنا اتكلمنا عن الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه، لازم نتكلم برضو السنه دي عن الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه. الحمد لله لسه ما فيش حاجه وحشه ظهرت. اللي حصل ان الناس معجبه بالصفقات. انا بتكلم دايما باسم الجمهور لان انا بيوصلني حاجات من الجمهور كتير قوي. الجمهور معجب بالصفقات، الجمهور حابب الموضوع. زي ما حضرتك قلت في الاول، بداوا يحفظوا اسماء اللعيبه وينادوهم ويتصوروا معاهم وبتاع. ده كله برضو مجهود 3 من لجنه تعاقدات او 4 من لجنه تعاقدات عاملين شغل حلو قوي، برضو مش واخدين حقهم. يعني برضو عشان نتكلم، هو السنه اللي فاتت الامور كانت صعبه جدا. انا كنت موجود السنه اللي فاتت من اولها وموجود اهو دلوقتي. يعني السنه اللي فاتت كانت الامور صعبه، النادي عليه فلوس كتير وفي مشاكل وفي خصم نقط وفي عدم استقرار ومدير فني عنده مشكله هيجي ولا مش هيجي. كل الكلام ده كله كان عامل مشاكل. وزي ما بقول لك الامور الماديه هي كانت الاساس في الكلام دوت. القليله كانت مسيطره اكيد. فانت لما تيجي تجيب لعيبه برضو بيبقى التارجت اللي موجود في حدود الرقم المتاح بالظبط. السنه دي لا، الكلام مختلف. هم برضو الناس دي يعني سمير نصر ومحمد جمال وفادي، هم 3 موجودين السنه دي وجايبين اللعيبه اللي جت دي، اللعيبه اللي انا شايفها متميزه جدا. بتتكلم في كان بناهيني وكنس قبل كده، مروان محسن، احمد حمدي، بتتكلم في طه عادل، بتتكلم في
سعد حسني لاعب حاجه جميله ما شاء الله أحمد عليه سمير يعني. مدافع الزمالك. احمد سمير مدافع الزمالك. طبعا احمد سمير وشيكابالا كابتن ميدو كان طالبهم بالاسم وهم اضافه بالامانه قويه جدا جدا. كمان في جبريل ده لعيب طارق جبريل او طارق جبريل. لعيب ما شاء الله عليه. لعيب هايل. لو قارنا هنقارن ظروف وهنقارن مبلغ مادي محدود كانوا بيتحركوا فيه، والسنه دي مبلغ شويه. اكيد. فهي دي فكره انك لما تدي الناس براح في الفلوس وفي حريه الحركه بيجيبوا او بيطلعوا شغلهم مظبوط. دي حقيقه. الحاجه الثانيه اللي حصلت قبل كده متعاونين جدا معانا في كل حاجه. انا كنت عايز اتكلم في الجزئيه دي اللي اتقال السنه اللي فاتت برضو ان ما كانش مستر ريكاردو موجود. بدات ناس تيجي بعدين هو جه هو شافها. اللي حصل السنه دي العكس، بيتعرض عليكم او اتعرض عليكم قبل ما يجوا الناس بياخدوا رايكم، ولا تطلبوا اماكن معينه وبعدين يقترح عليكم اسماء؟ ايه اللي حصل؟ لا هم احنا بنطلب وهم بيتكلموا معانا في اسماء وبنشوف في الاخر كويس. لكن هو الموضوع فني يعني اللعيبه اللي جت دي كلها بيبقى فيه زي ما بقول لك، ما هو ده الفرق في لينك. يعني احنا محتاجين حد في المكان ده. هم بيروحوا مرشحين، بتيجي تلاقي يعني مروان محسن ده ان شاء الله يعني انا بقول لك من احسن فراوده في مصر السنه دي. يعني بتتكلم في مكن اجوان ما شاء الله عليه، ربنا يبعد عنه الاصابه. فانت بتتكلم في كواليتي اللي موجود، واللي انا شفته في التدريب وشفته في الماتشات الوديه وشايفه اخلاقيا عامل ازاي وفنيا عامل ازاي. ان شاء الله بس ربنا يبعد الاصابات عن الناس ديت باللحمه اللي موجوده دي والتلاحم اللي موجود بين العناصر كلها. لا النادي الاسماعيلي يقدر يعمل حاجه كويسه يعني. طيب جميل جدا جدا. بمناسبه الاصابات ربنا يبعدها عنهم، ايه موضوع شركه التامين اللي اتفقوا معاها؟ عشان عندك معلومات ولا لسه؟ لا هو انا عارف ان الحاج محمد دايما بيدور، هو بيكلمنا على طول في الحاجات ديت وكده، دايما بيدور على احسن حاجه وبيفكر في احسن حاجه للعيبه وللنادي يعني. طيب دي فكره جديده، يا رب تكمل على خير ويا رب ما نحتاجهاش في اصابه او في غيره. الجهاز الفني برضو في عناصر من ابناء النادي الاسماعيلي وعناصر معروفه للجمهور، وفي عناصر انضمت مؤخرا وعايزين نعرف تاثيرهم، عايزين نعرف دورهم الفعلي، عايزين نعرف برضو راي حضرتك. والله الجهاز الفني طبعا انا اتكلمت وده من الحمد لله الواحد متفائل من كده يعني. جهاز فني محترم، اختاروا طبعا مجلس الاداره وجابوا كابتن ميدو، وهو شخصيه كويسه جدا. عقليه يعني راجل اتربى بره فمصري بس بعقليه برضو يعني عارف انت حرفيه الناس اللي عندنا مدربين مصريين كتير كويسين جدا جدا، بس يعني اللي هم لما بياخدوا بيبانوا يعني. فميدو لا كويس جدا، شخصيه كويسه معانا، حاسين ان احنا اصحاب زي ما بتكلم كده. وكلمت قلت لك مجلس الاداره تحس ان يعني مع بعض كده كومباكت صحيح، وده بيعمل وبيصبوا في الاخر عند الحاج محمد هو يعني فاهمني، وبيصب لمصلحه الفريق في الاخر بالظبط كده. فبرضه نفس الكلام احنا كجهاز فني لا الحمد لله رب العالمين في بينا يعني ألفة. قاعدين ريحه المغرب دي كنا ما بنسيبش بعض، خارجين رايحين جايين. فاعتقد كابتن ميدو وكابتن عفان متميز جدا. كابتن احمد فكر الصغير يعني اسم كبير وبرضه هادي جدا ومتميز. معانا طارق الباروقي مدرب احمال كويس جدا. ان شاء الله الفتره الجايه ياخد خبرات كده ويبقى حاجه محترمه يعني. عندنا سيد متولي يعني قائم باعمال مدير الكوره ومدير الكوره الراجل معانا، مش عايز اقول بيساعدنا ازاي، نشوفه فعلا متواجد كيف لا كل لا حاجه، بيساعدنا في حاجات يمكن ما فيش حد يعرفها، احنا عارفين يعني ما شاء الله عليه، داخل في كل التفاصيل وشايل عنكم حاجات كتير، عقليه وبتاع. معانا محمد عويس المحلل الفني بيساعدنا كتير في الشغل، بيقعد في المدرج ودي حاجه تقليد احنا كنا بنتعب قبل كده يا احمد عشان نعمله. انا عايز اقف عند المحلل الفني لان ناس كده برضو علقت على المصطلح حتى لما جه كابتن ميدو، تقول لنا اكتر بيعمل ايه وبيفيدكم ازاي؟ ده المصطلح ده في كل فرق العالم، ده كلام ما فيهوش يعني جديد على مصر ان المدير الفني يبقى معاه محلل. لا ما انت بص النادي الزمالك النهارده وبالنجاحات اللي بيعملها ديت بيقرا معاه واحد بيحلل له وقتي وبيقول له بيتدخل على طول وبتاع. ما هو الموضوع كده. اللي بيحصل بقى هنا ايه؟ اللي بيحصل ان هو بيبقى يعني قاعد فوق المدرب شايف كل حاجه وبتاع، لكن هو بيبقى تركيزه اعلى يعني. بالظبط كده. بيبص بيشوف المشاكل اللي موجوده في فرقتك ايه، المشاكل الفرقه الثانيه بتشتغل على ايه، بتقرر ايه بتعمله عشان انت تحاول تتلاشاه، تحاول تقفل، تحاول يعني كل الكلام ده بيجي لنا وقتي وانا ببلغه لكابتن ميدو
وهو بياخد القرارات على طول، هنقفل، هنسوي، هنظبط، هنعمل، هنغير، كل الكلام ده كله. فاعتقد ان لا، ده حاجه كويسه جدا، لان زي ما بقول لك احنا كنا بنتعب في الكلام ده كمدربين، ما احنا بنعمل الكلام ده بس تعب، انت عارف. لكن لا، لما يجي واحد متخصص بتاعته دي، خلي بالك يا ابو حميد، الجهاز الفني الطبيعي ان هو يبقى كده. الجهاز الفني فيه ناس متخصصين، مش كل حاجه يعني زي ما بيقولوا باب وشباك، لا، كل واحد يقدر يقوم بالدور بتاعه عشان يحصل نجاح في الاخر يعني. شايفينك بتحيي الجماهير وانت داخل على الستيج في المؤتمر اللي اتعمل. عاوز اتكلم بقى بمناسبه لا، انا عايز اكمل بس عشان اتفضل. الجهاز الفني، انا قلت لك محمد عويس المحلل الفني، لا، وعندنا جهاز اداري وطبي، عندنا الدكتور مجدي الباز وكابتن جمال الطلي وكابتن بلبل وكابتن عدنان، ناس تعبانه جدا معانا وشغالين جدا جدا وعاملين ريكفري محترم للفرقه، مخلينها دايما في حاله فوقان. الجهاز الاداري المتميز احمد صالح، حاجه ما برضو ما شاء الله عليه، معانا احمد سلمان، معانا كريم، يعني لا كلهم معانا. اشرف ما شاء الله يعني، اشرف برضو متميز جدا جدا، يعني اداري برضو شاطر وناجح. نمسك الخشب على لا، مستوى الإسماعيلي السنة دي. معانا طقم اشرف عبد الكريم يعني ما شاء الله، طقم محترم وبيكملوا شغل بعض يعني. طيب كويس قوي. هنطلع لتقرير علشان نشوف كابتن احمد فكري الصغير والوافد الجديد طارق جبرين بيقولوا لنا ايه، ونرجع نتكلم عن الجمهور والمناوشات اللي حصلت وازاي ممكن نلاقي جمهور في مدرجات وامتى، وهنتكلم عن معسكر هولندا اللي اتلغى وايه اللي ممكن يحصل بديل ليه. بس خليكم معانا.